السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد في القناة. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ. فيديو اليوم خاص بسنوات السنة الرابعة متوسط، أول درس في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا. يعني درس بسيط، تبعوا معايا جيدا الدرس لأنه داخل في شهادة تعليم متوسط. أكيد من الدروس المهمة جدا هذه السنة. النموذج المبسط للذرة. نقرأ النص تاعنا. شاهدت في شريط تعليمي أن الجزيء هو أصغر عنصر في المادة، وهو يتكون من ذرات. سؤال الأول، في رأيكم ما هو شكل الذرة؟ الذرة هذه الشكل تاعها كيف يكون ومن ماذا تتكون؟ احنا نعرف بلي المادة ككل لدينا مادة، أي مادة تتكون من جزيئات، والجزيئات تتكون من ذرات. الآن احنا رانا باغيين نعرف دروك هذه الذرة من ماذا تتكون وشكلها كيف هو. تبعوا معايا تعريف الذرة. هذا التعريف حفظوه ولا عقلوا ليه. تعريف بسيط جدا. الذرة ما هي أصغر عنصر مكون للمادة. صحيح، هي الصغيرة كاع. كاين جزيء هي أصغر من الجزيء، صحيح، لأنه الجزيء عبارة عن ماذا؟ الجزيء هو عبارة عن ذرتين أو أكثر. الجزيء قادر يكون ذرتين ولا 3 ولا 4 ولا 5، مفهوم؟ ومنه الذرة هي أصغر عنصر مكون للمادة. هذا التعريف يحفظ. كما الجزيء يمكن تقسيمه، شيء يمدنا ذرات، ولكن الذرات لا يمكن تقسيمها ولا تجزئتها، لا يمكن تقسيمها. هذه أعقل عليها. فهم شنو معنى هذه الذرة؟ هي أصغر عنصر مكون للمادة ولا يمكن تقسيمها. الآن نروح للمكونات تاعها. هذه الذرة الصغيرة كاع اللي ما نجموش نقسموها عندها مكونات اللي هما مكونات الذرة. لاحظوا معي جيدا. الذرة هذه من ماذا تتكون؟ هذه الذرة الصغيرة فيها نواة. النواة، كل ذرة من الذرات اللي قريناهم في السنة الثانية راكم عاقلين عليهم. قلنا كاين ذرة حديد، ألمنيوم، كربون، كلور، فولاذ، كاين الكثير من الذرات. كل ذرة هذيك داخل فيها نواة. وين توجد هذه النواة؟ الموقع تاعها تكون في مركز الذرة، هنا الداخل، مفهوم؟ تعريف تاع النواة توجد في مركز الذرة وتتكون. وهذيك النواة سبحان الله تتكون من ماذا؟ تتكون أيضا من شيء أصغر منها واللي هي بروتونات ونيوترونات. توجد في مركز الذرة وتتكون من بروتونات. دوك نشرح لكم كاع هذا واش معناتها. ونيوترونات، حيث تبعوا معي سبحان الله ربي كيما خلق اشياء كبيره بزاف كيما الكواكب، السماء، الارض، البحار، خلق اشياء ايضا صغيره جدا حيث لا يمكن للانسان رؤيتها بالعين المجرده، شوفوها بالمجهر، مفهوم؟ احنا قلنا هذه الماده مثلا، هذه ماده البلاستيك ولا ماده الذهب تحتوي على ماذا؟ تحتوي على جزيئات، مفهوم؟ وكل جزيئه منها تحتوي على ذرات صغار كاع ما نشوفوهمش. الماده نشوفوها، الجزيئات ما نشوفوهمش، والذرات ما نشوفوهمش. نزيدوا هذه سبحان الله ما نشوفوهاش، نزيدوا ثاني تتكون من ماذا؟ تتكون من نواة. نواة توجد في مركز تاع الذره، وهذيك النواة فيها بروتونات وفيها حاجه واحده اخرى اسمها نيوترونات، مفهوم؟ هادو البروتونات والنيوترونات كي صار لهم عندهم شحنات، مفهوم؟ عندها شحنه، هذه شحنتها موجبه، والنيوترونات شحنتها معدومه. شحنتها معدومه يعني الصفر، مفهوم؟
دروك حنا هذه عندها شحنه موجبه وهذه عندها شحنه معدومه، خاصنا شحنه سالبه. الشحنه السالبه هنايا وين نلقوها في حاجه سموها الالكترونات، حيث الالكترونات هي ايضا من مكونات الذره، بصح وين تجي محاطه بالنواه. صاي كون نقول لكم شنو معناتها الكترونات، نقولوا هي عباره عن دقائق صغيره تدور حول النواه، مفهوم؟ في مدارات دور في مدارات كي دايره كرويه، ولديها شحنتها سالبه يعني ناقص. شحنه الالكترونات سالبه. الالكترونات نرمزولها ب او، الكترون، مفهوم؟ او شحنتها سالبه. فهمنا ولا لا؟ النواة مثلا دروك الشكل تاعها كيفاش نمثلوه، حنا شكل النواة كيفاش غادي نمثلوه. قلنا النواة فيها الكترونات وبروتونات. البروتونات قلنا شحنتها كي دايره موجبه زائد، هذا غير تمثيل مبسط، شحنتها موجبه. وتدور حولها الكترونات وين؟ في مدارات دائريه وشحنتها سالبه. مثلا هادو الكترونات يدوروا هنا في المدارات هادو الدائريه وتكون عندهم شحنه سالبه، مفهوم؟ اللي تعقلوا عليها عندنا النيوترون شحنته معدومه يعني ليس لديه شحنه، الالكترون شحنته سالبه، البروتون شحنته موجبه. دروك حنا هنايا على البروتون موجبه والالكترون سالبه. هنايا علاش؟ لكي تكون الذره تاعنا متعادله كهربائيا. شنو معناتها متعادله كهربائيا؟ يعني الشحنات السالبه تكون نفسها الشحنات الموجبه. لكي تكون الذره متعادله كهربائيا. وهنايا وين الذره تكون متعادله كهربائيا؟ في الحاله العاديه. صحيح، في الحاله العاديه تاع اي ذره كما تكونش الذره عباره عن شريده، في الحاله العاديه تاع اي ذره تكون متعادله كهربائيه. شنو معناتها؟ معناتها الشحن السالبه تساوي الشحن الموجبه. وش معناتها الشحن السالبه؟ كي نقول شحنه سالبه يعني راني نهضر على الالكترونات، يعني عدد الالكترونات يساوي عدد البروتونات، حيث البروتونات نرمزولها بالرمز كذلك P. صحيح، عدد الالكترونات. فهمنا هنايا؟ هذا بالنسبه للملخص تاع الجزء الاول. نكملوا الدرس تاعنا. ورقه كامله تجي ورقه اخرى. الحاجه اللي نكرهها كي نكون كاميري يحبس لي الفيديو وانا حاسبه راني كاميري وراني نصور لكم ونشرح، راني مصباح ونشرح، وفي التالي كي شفت لقيت بلي ما شرحتش، شغل الفيديو ما كانش يصور. معليش، لعله خير، نرجعوا نشرحوا من جديد. نعاود لكم هذه الحاجه اللي كتبتها هنايا. قلنا الذره الكهربائيه، ها هي ذره. نعاود، الذره تاعنا قلنا تحتوي على نواه، مفهوم؟ الذره تاعنا تحتوي على نواه وتدور حولها الكترونات. النواه هذه تحتوي على ماذا؟ تحتوي على بروتونات ونيوترونات، حيث ان البروتونات شحنتهم راها موجبه، شحنه تاع البروتونات موجبه، اما الشحنه تاع النيوترونات هي عديمه الشحنه يعني صفر، مفهوم؟ هذه في النواه موجبه تاع بروتونات والنيوترونات صفر. مالا هنايا شنقولوا النواه كومبليت تدي شحنه تاع البروتونات اللي هي الشحنه الموجبه. وتدور حول الذره الكترونات تدور حولها في مدارات دائريه، حيث هذه الالكترونات شحنتها سالبه، مفهوم؟
دروك حنا هنايا حاجه مهمه جدا، عندنا الذره ولا الالكترون هذا عنده حركه حره، يعني يتحرك كيما يبغي وقادر ينتقل من جسم الى اخر. مثلا هذا القلم وهذا القلم ماشي كيف كل وحده عندها ذره تاعها وعندها الجزيء وعندها الالكترونات تاعها وعندها النواه تاعها نيشان. دروك قادر هذا الالكترون اللي موجود هنا ينتقل للقلم الثاني. في هذه الحاله كي الكترون مثلا كي قلم ولا كي ماده ولا كي ذره تاع جسم تكتسب الكترون من جسم اخر، هنا الشحنه تاع الذره تكون لها شحنه سالبه. علاش؟ راح اكتسبت الكترون. انا نعرف باللي الذره في الحاله العاديه عندها شحنه معدومه، لخاطرش شحنه تاع البروتونات يساوي شحنه تاع الالكترونات كما قلنا هنايا، متعادله كهربائيا. بصح في حاله ما اكتسبت الكترون من جسم اخر، ما هنايا راه عندها ناقص زياده، ومنه تصبح شحنتها سالبه، وبالتالي الجسم ككل يصبح لديه شحنه سالبه. هذه في حاله تكتسب الكترون. في الحاله الثانيه في حاله ما فقدت الكترون، يعني الكترون راح الكترون منه وانتقل لهذه الزاويه. هنا في حاله ما فقدت يعني حاجه ناقصه راحت لها، ومنه ولاو البروتونات اكثر من الالكترونات، ومادام البروتون اكثر من الالكترون يعني الموجب راه اكثر من الناقص، ومنه تصبح شحنتها موجبه، وبالتالي الجسم ككل تصبح لديه شحنه موجبه. مفهوم؟ الى هنا وصلنا الى نهايه الفيديو، نلتقي في الجزء الثاني ان شاء الله، وبالتوفيق للجميع.